السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. وشكرا للناس اللي عزاز عليا وعلى قلبي اللي كيدخلوا عندي لي لايف، وشكرا لكم على الدردشه الزوينه ديالكم. وشكرا للناس الجداد اللي تنضموا للقناه ديالي وعلى تعليقكم الزوينه، ومرحبا بالناس جميعا. المهم مرحبا بكم عندي في القناه ديالي، والله يسهل على الجميع. اليوم البنات جيت نهضر معكم على واحد الموضوع، وغنعطيكم واحد الوصفه غير غنعطيها لكم غير هضره، حيت دابا مازال ما لقيتش هذاك الشيء اللي هذيك الحاجه اللي مهمه في هذه الوصفه، مازال ما لقيتهاش. وصيت مول الدار قلت ان شاء الله يجيبها ليا باش نشارك معكم فيديو الطريقه وكل شيء، ولكن مازال ما جابهاش ليا. ان شاء الله ملي يجيبها ليا راه غنشاركها معكم. غنهضروا اليوم على الناس اللي عندهم وليداتهم كيديروا بيبي حاشاكم في الفراش. راه اي دار ضروري كتلقى واحد الوليد ولا بنيته كيدير بيبي عزكم الله في الفراش ديالو. ملي كيفيق الصباح كيلقى فراشو فازك، وما كيخليو ما كيديروا معاهم، ما كيخليو ما يعطيوهم. كاين اللي داكشي فيه وراتي، كاين اللي مسكين من البرد، كاين اللي كل واحد وكيفاش. المهم البنات هاد الوصفه زوينه ديال الناس زمان ديال جدودنا. كانت قالتها لي واحد السيده كبيره في العمر، الله يطول لها في عمرها يا ربي، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم وتلقاو عليها نتيجه، واكيد ان شاء الله غتلقاو عليها نتيجه. كما كتعرفوا الوصفات ديال الناس ديال زمان راه وصفاتهم طبيعيه وزوينه. والمهم البنات الوصفه عباره عن الكبد ديال الحوت ديال داك الحوت الكبير كوربينه. كتكون الكبده ديالو تبارك الله ما شاء الله كبيره، مع حد الحجم ديال الحوت كيكون كبير. كوربينه محد الحجم ديالها كبير كتعطيك الكبده، يعني ملي كتحلها كتلقى الكبده كبيره. هذيك الكبده البنات ديال الحوت ديال كوربينه كتجيبوها كتوصي شي مول الحوت، داك اللي كيبيع الحوت راه ضروري غتكون عنده. المهم شي واحد كتعرفوه ولا شي كتوصيه كتقول ليه اعطيني الكبده، خلي لي الكبده مني دير الحوت، تبيع الحوت، خلي لي الكبده عزلها ليا. كيعزلها لك اولا كتشريها ولا المهم كل واحد وكيفاش يجيبها. صافي البنات كتجيبوها كتغسلوها، راه هي كتكون كبيره وكتكون مره شويه، ما تخافوش منها معليش. كتاخذوها وكتشويوها فوق الفخر، فوق العافيه الفخر، كتشعلوا الفخر تشويوها بحال كما كنديروا الزنان ديال العيد. كتشويوها مزيانه البنات وصافي كتعطيوها لوليداتكم في الليل. كديروا معها شويه المليحه والكمون باش غير داك المذاق المره ديالها باش يبغيو ياكلوها لكم. كديري ليها شويه الكمون وشويه المليحه وكتعطيها للدري ولا البنوته، كتعطيها ليه ياكلها ونعس، وان شاء الله غيجيب الله الشفاء من عنده. والانسان يديرها بالنيه صافيه وتوكل على الله، وان شاء الله الله يشفي كل وليد ولا بنيه. والله يخلي لكل واحد وليدته وبنيته يا ربي. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وكي ان شاء الله نتحصل عليها راه غنطبقها معكم مباشره وغتشوفوها ان شاء الله. نتمنى البنات يعجبكم الفيديو ديال اليوم، يكون خفيف ظريف ويعجبكم. وما تنساوش ليا البنات لي لايك الفيديو. كنلاحظ ان بزاف الناس كيتفرجوا كينساو اللايك، وعندي بزاف الناس اللي ما مشتركينش هما اللي كيتفرجوا. غير المشتركين هما المشاهده ديالهم اللي طالعه، هما المشتركين عندي غير شويه كيتفرج لي غير واحد الفئه. اما الغير المشتركين تبارك الله ما شاء الله كنلقى داك حيت واحد البلاصه كيبانوا فيها كنلقى داك الخط ديال غير المشتركين تبارك الله ما شاء الله كبير، والمشتركين كنلقى غير شويه. كيتمنى ان شاء الله الناس اللي مشتركين عندي يتفرجوا ليا، وحتى انا كنتفرج لهم بكل صدق والله وشاهد على ما اقول. ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد بحول الله. بالسلام عليكم. ما تنساوش يا بصيمه، الله يسهل عليكم، الله يدير عليكم في ميزان حسناتكم يا ربي. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم حبيباتي.